لو دافنشي هو اشهر رسام في التاريخ، وميسي اشهر لعيب كرة في التاريخ، ومايكل جاكسون طبعا اشهر مطرب في التاريخ، فيا ترى بقى مين هو اشهر قواد في التاريخ؟ الاول كده انت عارف يعني ايه قواد؟ هي الكلمه ليها تعريف في العاميه انا مش هينفع اقوله هنا، بس انا اقدر اشرحها لك. القواد ده هو الشخص اللي بيسهل عمليه البغاء، بالبلدي كده هو اللي بيعرف الناس على بعضيها على راي عمرو عبد الجليل. لكن يا ترى بقى مين الراجل اللي دخل التاريخ من الباب اللي يكسف ده؟ ابراهيم الغربي، امبراطور البغاء. ابراهيم الغربي اتولد في اسوان لاسره غنيه جدا، ابوه كان اكبر تاجر رقيق في مصر قبل ما يتم تجريب بيع الرقيق سنه 1870، وكان ابراهيم بيساعد ابوه في تجارته. وشوف حكمه ربنا يا مؤمن، شوف حكمة ربنا. أشهر قواد التاريخ كان مشهور بالتقوى والورع، وكان راجل بتاع ربنا وما بيسيبش السبحة من إيده، لحد ما سافر رحلة للسودان ورجع من هناك حاله مقلوب، وشاب فاسد بكل ما تحمله كلمة فاسد من معاني. كل ده من رحلة للسودان. أما لو سافر قبرص بقى كان عمل فينا إيه؟ لما إبراهيم رجع من بره متغير وواضح إن ميوله الجنسية انحرفت، وبقى يشجع ألمانيا ويسمع مشروع ليلى، أبوه قال لأ، ده احنا صعايدة، مش انا اللي يطلع لي ابن ريمبو على اخر الزمن. طب نعمل ايه؟ نتويه طبعا. وقرر ابوه انه يقتله ويدفن عاره معاه، بس ابراهيم عرف بالخطه اللي كان ابوه عاملها له وقال لك يا فكيه، وراح على مدينه كوراسكو عشان يبقى تحت حمايه قائد الحمايه العسكريه للمدينه. ومن هناك سافر على محافظه قنا وانشا اول بيت دعاره هناك. طبعا لما قائد الحمايه العسكريه للمدينه تخلى عنه لما عرف انه بيشتت تركيز الجنود، بقول لك رمد. بعد قنا سافر ابراهيم الغربي للقاهره وفتح اكتر من 12 بيت دعاره هناك وفي اماكن مختلفه. ولما ابوه مات بحسرته ورث عنه ثروه كبيره قوي، قرر يستغلها كلها في توسيع النشاط لحد ما بقى امبراطور البغاء. وده بجد مش مجرد لقب. ابراهيم الغربي ده ما كانش قواد عادي كده، لا، ده كان الحاكم بأمره في المجال ده. اعتمد في شغله على تجنيد الجواري في الدعارة، وبعدين ما اكتفاش بده، فابتدى يخطف بنات قاصرات وستات وكان بيشغلهم بالإكراه ويمضيهم كمان على كمبيالات. وعشان يحكم سيطرته عليهم كانوا ممنوعين تماما انهم ياخدوا اي فلوس من الزباين، وكانوا بيشتغلوا في المهنة القاسية دي مقابل وجبة عبارة عن رغيف عيش وشوية مش. بيحكي الميجور توماس راسل حكمدار بوليس العاصمة سنة 1917 في مذكراته إن إبراهيم الغربي ده كان شخص ضخم الجثة، أسود البشرة، وكان بيلبس لبس ستات وبيحط في رجله خلخال، وكان بيقعد قدام بيته في شارع عبد الخالق وهو لابس ملابس حريمي ونقاب ابيض. وبيقول عنه الشيخ محمد يونس القاضي انه كان رخو ومايع كده في كلامه، وانه شافه بيدخل اسم الشرطه وهو لابس ملايه لف. بس اوعى يغرك اللي هو عامله في نفسه ده، لا، لانه كان شخصيه قاسيه جدا ومفيش حد يقدر يعصله امر. والقصص اللي اتحكت عنه في كتب التاريخ وفي التقارير الصحفيه قصص تشيق، منها مثلا ان كان في واحده من الستات اللي كانوا بيشتغلوا عنده في الدعاره امتنعت عن الشغل لانها كانت مريضه، ويظهر كده بقى ان هي قلبتها في نفسها وافتكرت انها كانت في يوم من الايام قبل ما تتخطف وتشتغل مع الغربي زوجة محترمة وام ل3 ولاد، فقررت انها مش هتشتغل الشغلانه دي تاني. لكن على مين؟ ابراهيم الغربي جابها وعمل منها عبره لمن يعتبر، وامر ان هم يحرقوا لها اعضائها التناسليه بالنار. مش انتي مش عايزه تشتغلي؟ من عينيا، هخليكي ما تشتغليش، بس في نفس الوقت هتعيشي معاها مستديمة. ورغم ان بيوت الدعارة كانت مقننة في الفترة دي وفتيات الليل بيمارسوا شغلهم بتراخيص مختومة من وزارة الداخلية، الا ان ابراهيم الغربي كان بيعمل ممارسات غير قانونية كتير زي الاتجار في البشر وخطف الستات واجبارهم على ممارسة البغاء وغيرها كتير. ده كان بدأ يستورد بنات من اوروبا عشان يشغلهم هنا في الدعارة. انت متخيل الفاجر؟ فلما كبر بقى وصيته سمع قوي كده بدأت السلطات تطارده لحد ما وقعوه وتم القبض عليه واتحاكم وخد 5 سنين سجن. لكن طبعا لانه كان مرفه ومتعود على الحياه المتاحه ما قدرش يستحمل حياته كمسجون ومات جوه السجن، وساب وراه 52 بيت دعاره واكتر من 400 فتاه ليل، وانتهت بالموت اسطوره اشهر قواد في التاريخ.